الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم فيديو عسل زيكم كده، احلى متابعين في الدنيا. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وشير، وبحبكم في الله. ويا ريت اللي الاشعار ما بيجلوش يلغي الاشتراك وفعل الجرس تاني واشترك تاني عشان الاشعارات كلها تجيلكم. تمام؟ بحبكم في الله. واللي يشوف قناتنا لاول مره يا رب تشرفوني وتنوروني في قناتي، ويا رب اكون عند حسن ظنكم واكون بعجبكم وتكون فيديوهاتي سهله وبسيطه عليكم. زي ما قلت لكم، روتينات ست بيت ريفيه على قد الايد، كل حاجه على قد ايدينا، لا بنعمل حاجات واو ولا بنخترع حاجه ولا حاجه. انا ست بيت زيكم بالظبط، بشارككم حياتي وبشارككم فيديوهاتي وبشارككم روتيناتي وبشارككم ايه الغدا بتاعنا. فيا رب اكون افكار تكون بتعجبكم زي ما انتوا بتقولوا لي. يا زي بنبقى محتارين على الغدا وانت بتخبري لنا الافكار الحلوه دي. فيا رب النهارده اكون الفيديو يكون سهل وبسيط. النهارده هنعمل ايه؟ هعمل لكم احلى شيش طاووق النهارده، حتى لو ما عندكيش خله من بتاعه الشيش هنعملها بطريقه حلوه قوي. وايه تاني يا حبيبه قلبي؟ معرفش فرحه ولا بارعه ولا مين بالظبط طالبه مني او جاك او جوك او حاجه زي كده، طالبه مني البسيسه. هعمل لكم البسيسه النهارده بطريقه زي العسل تستاهل بقكم. بس ما تنسوش بقى تحطوا لايك وشير، وتعالوا بسرعه كده نشوف هنعمل ايه. بسم الله توكلنا على الله. معايا هنا فرخه او فرختين او فرخه ونص زي ما انت عايزه. انا واخده اللي وراك واخده الصدور. طبعا الفراخ ده انا مربياها في البيت ومنضفاها ومخليها زي الفل معاكم. تمام؟ دي وراك على صدور. عايزه وراك بس حلوه، عايزه صدور حلوه، بس ديت وديت مع بعض حلو جدا. معايا هنا حبيتين من البصل، معايا 10 فصوص توم، معايا هنا حبيتين طماطم، ومعايا هنا قرنين فلفل. تمام؟ معايا عصير ليمونتين، معايا معلقتين خل، علبتين من الزبادي، معلقه صلصه، معايا دبس رمان، ملح وفلفل اسود، شويه من الزعتر، وكمان توم باودر وبصل باودر. وهنا معايا بقى كنت عايزه اجيب الخلطه بتاعت الشيش طاووق. بصراحه انا كسلت اجيبها، فكان معايا هنا الخلطه دي لقيتها موجوده. هتقول لا، لو ربنا هتمشي وهتبقى زي الفل. هنا خلطه الشاورما. هتقول لا، مش هتقول لا، هي نفس كلها نفس التوابل. ماشي يا حبايب قلبي؟ هنسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. هنبدا نعمل التتبيله الاول ايه للفراخ بتاعتنا، لانها تاخد شويه تتبيله شويه. هحط البصل والثوم في الخلاط او في الكبه زي ما انت عايزه خالص. انا بحب استعمل دي حبايب قلبي. تمام؟ وهفرم كل هنا حبايب قلبي. معايا الخلطه اهي. هبدا بقى ايه؟ انزل الميه بتاعتها دي اهي، ميه الطماطم والبصل والفلفل اهو يا حبيبي. هات طبق كده يا يوسف نحط برضو ايه التفل ده. على فكره التفل ده ممكن تحطيه فين؟ في الكفته. هي هتغيب شويه، هصفيها حبايبي وارجع لكم تاني. حبايبي بعد ما صفيت الخلطه بتاعتنا اللي هو البصل والطماطم والثوم والفلفل، هحط بقى علبتين الزبادي. بسم الله اهو. هحط معانا بقى ايه الخل والليمون. معانا هنا برضو الثوم باودر والبصل الباودر اهو. معايا هنا ايه معلقه من الصلصه، معايا دبس رمان اهي، تديله لمعه حلوه قوي. تديله شويه ملح وفلفل اسود، شويه برضو كمان من الزعتر حلوه قوي برضو. وهحط كمان خلطه بقى يا اما خلطه الشيش بتجيبها جاهزه. انا بقى حطيت هنا كان عندي خلطه الشاورما. هتقول لا والله ما هي قايله لا اهي. وهقلب كل الخلطه دي واظبط الملح بتاعها. التتبيله بتاعتي زي ما انتم شايفين حبايب قلبي خلصت اهي، ظبطتها. وبحط بقى ايه الفراخ بتاعتي وامسك بقى ايه اقلبها اهو. التتبيله ديت بقى ايه هسيبها مع نفسها كده حوالي ساعه. تمام؟ اهي هسيبها حوالي ساعه اهي.
وتعالوا بقى على ما الفراخ بتاعتنا او الشيش بتاعنا يتبل كده وياخد ودي في التتبيله، يكون احنا عملنا صينيه البسيسه بتاعتنا نحطها في الفرن. حبايب قلبي تمام، هحطها دي في جنب بقى، اغطيها واحطها في جنب. حبايب قلبي مكونات البسيسه بقى معايا هنا ايه بقى؟ معايا كوبايه ونص دقيق من دقيق الذره، اللي هو بيجي مطحون ناعم جدا زي الدقيق القمح عادي، اللي هو الدقيق اللي هو بتاع الافراد. وكوبايه ونص دقيق ابيض اهو، كوبايه ونص دقيق اللي هي الذره، وكوبايه ونص دقيق ابيض اللي هو بتاع المخابز ده. دخلته كويس جدا على بعضه تمام. هحط عليه ايه؟ شوفوا ذره من الملح. احط عليه حبايب قلبي كيس بيكنج باودر اهو. هقلب كل ده كده مع بعض. يبقى معانا هنا 3 كوبايات دقيق، كوبايه ونص دقيق اللي هو بتاع الافران اللي هو بتاع العيش الفينو، وايه وكوبايه ونص دقيق اللي هو الدقيق بتاع الذره تمام. معايا بقى هنعمل ايه تاني؟ وحطيت الكيس البيكنج باودر ورشه الملح. معايا هنا حبايب قلبي كوبايه من العصير البرتقال اهو. معايا كوبايه الا ربع من الزيت. معايا كوبايه ونص من السكر او كوبايه وربع زي ما انت بتحب السكر اهو. معايا هنا حبايب قلبي دي كانت بيضه بصفرين، يعني البيضه ديت كانت بيضه واحده بصفرين، فاحنا ده كده هنحسب دي بيضتين وكمان 4 بيضات يبقوا 6 بيضات تمام. معايا هنا حبايب قلبي خل، معلقه خل. معايا هنا برضو فين الزبادي يوسف. حطيت حبايب قلبي الفانيليا واحط علبه زبادي اهو. البتاعه كانت شغاله، الخلاط كان شغال لوحده. بسم الله الرحمن الرحيم. اتجهزت هنا ضربت الخليط حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اهو. كل حته جعزه ولا كلمه. هنا بقى ايه؟ انا قلبت البيكنج باودر ورشه الملح على الدقيق اللي هو الدقيق الذره وكمان دقيق القمح او الدقيق الفينو. هحط بقى الخليط زي ما انتم شايفين اهو، وهقلب الكيكه بتاعتنا ديت البسيسه يا جماعه الخير، اللي بتبقى نصها دقيق فينو والنص التاني دقيق ذره. دقيق ذره ناعم زي الدقيق الذره زي الدقيق القمحي بالظبط او الدقيق الفينو اهو. طبعا مولعين الفرن. احلى حاجه بقى في توليع الفرن في الجو اللي احنا فيه ان هو بيدفي المطبخ وبيدفي الدنيا. معايا بقى الصينيه حبايب قلبي مدهنتها كده بحته سمنه وقمت مبطناها بدقيق تمام. دي الصينيه الكبيره اللي في المقاس بتاع الصواني اللي هي ال3 فوق من بعض دول. على فكره الصينيه ديت من الفرح بتاعي، اقسم بالله من الفرح. يعني شوفوا كل حاجه بقى يا الا بني ادم، شوفوا بقى عليها ناس واتولد ناس وناس ماتت وناس عاشت شوفوا كل حاجه باقيه الا الانسان اهو. زي ما انتم شايفين اهي. هنحطها بقى فين؟ في الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 180. هتاخد لها ساعه الا ربع. في خلال الساعه الا ربع يكون احنا جهزنا بقى البصل والفلفل والحاجه بتاعت ايه؟ بتاعت الشيش. عرفتوا بقى النظام في الوقت كده بتخلي الدنيا معاكي زي العسل. طبعا البسيسه، ايوه صح، البسيسه في الفرن خلاص هتطلع لان هي ما بتاخدش وقت كتير. انا طبعا احنا ما عندناش مثلا خله من بتاعه الشيش، فانا هعملها لكم النهارده في الصينيه. معايا فلفل الوان اهو هنقطعه، ومعايا برده بصل هنعمله بنفس الطريقه بالظبط، بس بدل ما هنحطه في الشيش في الشيش اللي هو بتاع الخله هنحطه فين؟ في الصينيه كده ونرصه. والله هيبقى زي العسل. وبصراحه انا فرحانه بالسجان دي قوي، فرحانه بيها جدا جدا، حلوه وجميله وما بتحرقش الاكل. لان في ناس برضو قالوا لي يا زهره احنا اشتريناها ولقيناها ايه بتحرق الاكل عندي. لا الخامه دي طلعت تحفه زي ما قلت لكم. انا جايباها من واحد كان قاعد في شربين في السوق، هو اساسا من بالقاس، بس هو طبعا الناس بتبقى في السوق اللي عنده حاجه بيطلع يبيعها، فانا جبتها منه والله. وكنت طالبه منه حاجات تانية بس ما روحتش. ان شاء الله ناويه اروح ان شاء الله الجمعه الجايه عشان نجيب حبه حاجات كده، ولا يا ابو محمد؟ ان شاء الله اهو. لازم انا اغرمك ان شاء ما الله. انا كنت بقى ايه حبيب قلبي، كنت واخد الاوردرات بقى يا نور عيني بتوزعها. يا جماعه احنا ما بنطلعش اوردرات والله العظيم، مش بنطلع اوردرات، بس ابو محمد بقى ايه
كان عنده حبه شغل في العربيه بتاعتنا كده كان بيعمل. فكمنايه كانت مترخصه القاهره، فكانت لازم تروح ترخص في القاهره. تمام. فده اليومين اللي هو كان متاخر علينا فيهم بقى، واحنا ما نستغناش عن ابو محمد الغالي. يا سلام يا سلام، يا احنا سلام نستغنى يا عنه. وحتى لو بتوزع اوردرات حد طيل الشغل يا جدعان، ده الشغل بركه، والايد الايه الشقيانه شبعان، او الايد الشغاله شبعان. صح يا حبايبي؟ في شغلنا وخلاص. اهو يلا يا حبيبي اقطع بقى الفلفل زي ما انتم شايفين مكعبات اهو. هتعمل لكم بقى ايه لوحه فنيه. انا ليا بركه ابو محمد، لوحه فنيه خضراء عامل خضراء وحمراء. والله اليومين اللي انت ما كنت معانا فيهم يا ابو محمد كنت حاسه ان عامله زي اليتيمه. تسلمي لي يا قلبي. كنت حاسه ان ماليش حد، اقسم بالله. اقول لهم الفيديوهات طعمها وحش يا ولاد يا يوز، يقول لي يا ماما ماني معاك، اقول له لا ما فيش غنى عن بابا برضه. تسلمي لي. الله يخليك يا ابو محمد. يلا هنكمل بقى اللوحه الفنيه بتاعتنا ونرجع تاني. طبعا لو الشيش بقى في السياخ بنحط بصل وفلفل وحته الفرخه والكلام ده كله. تمام. بس انا ايه عشان الناس اللي احنا بنحاول ايه نوفر. هتقولي يا زاهيه بصل وفلفل، اما هنعمل ايه يا ولاد؟ هنعمل ايه؟ بس على الاقل ده هنعمله هيتاكل، اما الخله هنشتريها بفلوس وهتترمى. هي مش موجوده بس الوقت. انا قعدت بعمل لهم الحلول. والله ما لقيت فعلا عندي الا اجي 5 و6، قلت مش هيكفوا. حاجه. فقلت هعملهم ايه في الصينيه كده ويتغمس بها عيش اهي. هنا حبايبي زي ما انتم شايفين همسك بقى ايه الشيش بتاعنا كده نرصه كانه ورا بعضه كده، كانه ايه عاملينه شيش على بعضه اهو في السيخ اهو اهي. بالشكل ده كده، لا تقلي ولا بشوربه، وهتعملي من ده سندوتشات كمان تحفه. لو مش هتعملي، احنا هنعمل معاهم حبه رز مصري كده، بس هعمله بطريقه الرز البسمتي. قال يعني بنضحك على الولاد ان هو رز بسمتي يعني، بس هنعمل ايه بقى؟ الرز البسمتي بقى ب60 جنيه وحاجه و60 جنيه. طب ليه بقى؟ هو الرز بتاعنا هيقول لا؟ كل واحد ياكل من رزه. احنا ناكل من الرز المصري بتاعنا، كل واحد ياكل من رزه يا جدعان. هنعمل ايه بقى؟ هرص بقى الفراخ، وطبعا الفرن كده كده والع. هنطلع الكيكه ونحط مكانها الصينيه بتاعتنا. بعد ما خلصت حبايبي ورصيت الشيش شويه زيت كده من على الوش. كهرباء قطعت. هنفضل مش هنعمل الغدا اقسم بالله اللي عاملاه. طبعا كده الفراخ بتاعتنا بعد ما خلصناها اهي. ولو الاضاءه فيها حاجه بقى يا جماعه الخير ما حدش يقول لي حاجه، الفرن سخن جدا وهحطها يا اما على الشبكه يا اما على الصاجه من تحت. تمام. هحطها في الفرن. تعالى برضو والله انا جايبه لكم كده اهوت مخلصه الفيديو ده لحسن امبارح الكهرباء قطعت تيجي ساعه وانا هعطل، عايزين نتغدى والناس اللي معانا عايزه تتغدى. هحطها في الفرن وارجع لكم تاني. والله ينفع كده، ينفع كده بشتغل في الضلمه وبتوع الكهرباء قاطعينها؟ ينفع الكلام ده؟ اهو انا جبت بقى حبايب قلبي ايه معلقه صلصه، حطيت عليها شويه دبس رمان وحطيت عليها شويه زيت، وهمسك بقى الشيش بتاعنا ايه ادهنه دهنه كده حلوه يديله لون حلو. تمام. انا طبخت الرز والله، وعملت كمان صينيه بطاطس في الفرن. قولوا لي اعمل ايه في الكهرباء؟ فغصب عني يا جماعه عشان التصوير. تظبط الكشاف يا ولد اهو. احنا بنشتغل كاننا بنشتغل فين؟ في السينما اهو. حتى الكشاف بيرتعش يا قلب امه خايف. انا كمان مخوفه الكشاف اهو. همسك بقى ايه شوفوا اهو الدهنه دي بقى حبايب قلبي هتدولكوا لونها عسل. يا رب على ما تخلص تكون الكهرباء جت. مفيش بقى هيفضلوا قاعدين من غير اكل لحد ما اخلص، لحد ما الكهرباء تيجي. ادعوا بقى في سركم الكهرباء تيجي. يا رب الكهرباء تيجي ان شاء الله اهو بالشكل ده كده. الكهرباء جات والكيكه بقى ايه لو وشها معلهوف شويه كانت الكهرباء قطع. انا معايا بقى هنا شويه ايه من الشربات هحطها على الوش كده. هي كانت من المفروض تتحط عليها وهي سخنه، بس اهو نعمل ايه في اصحاب الكهرباء اهو. بس والله هتلاقوها هشه وجميله، بس هو اللون احمر شويه بس ما يجراش حاجه اهو. تمام كده كده. عسل عسل عسل، واحنا حطينا عليها عسل اهو. شدة الحرارة اللي فوق. شدة الحرارة احنا حاطين لها مرهم ولا ايه؟ مرهم حار. عشان محروقة حطينا لها مرهم. شدة الله يخرب بيت عقلك يا ابو محمد. عسل. هنقطع بقى ايه
قطعه كده بسم الله. السكينة ماشية زي الحلاوة يعني. ماشيه زي العسل في الحلاوه. اقسم بالله ما اعرف الامثال ولا الحاجات اللي بتتقال دي، بس هو بتيجي لوحدها. خلتني قطعت غلط. ينفع الكلام ده؟ بتقطعها مثلثات ولا؟ الحته دي بس. اهي استنى يا ولياد، استني يا ولياد. صلى على الحبيب قلبك يطيب. عليها افضل الصلاه والسلام. احنا قدها وقدود يعني، الكهرباء قطعه ما نشوفش شغلنا. لا ولا طبعا. اتحرقت ولا حاجة، زي القشطة يعني. فين المحروقه دي؟ اهي اهي دي البسيسه يا حبيبه قلبي، يا رب تعجبك وتنور رضاكي. اهو عسل 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 كده. البسيسه بتاعتنا خلصت. تعالوا بقى ايه نوريكم بقى الغدا بتاعنا بعد كمان ما خلص. هنتغدى ونحلي في فيديو واحد. انا ليا بركه الا انتوا حبايب قلبي. خلصت الغدا بتاعنا، قولوا لي رايكم فيه بقى. دي الشيش بتاعنا اهو، وهتلاقوا البصل والفلفل الالوان اهو اهو، والفلفل اهو، وزي العسل وزي الفل، والفراخ بتاعتنا مستويه اهي. عملت بقى ايه صينيه بطاطس برضو علشان اللي يغمس معاها يغمس بقى رز. وده الرز بتاعنا الرز المصري، عملته بنفس طريقه الرز البسمتي بالظبط. جبت بصلايه شويه زيت، حطها معاها لورا ومستكه وحبهان وقرنفل وقرفه، وشوحتها. كل البصله ما اتحمرتش. وبعد كده حطيت معلقه كركم ونص معلقه وربع معلقه بودره الزعفران اسفه، وشوحتها كلها. وبعد كده حطيت الميه غلت، حطيت مكعب مرق وشويه الملح بتاعه، وعملت الرز وزي الفل وزي العسل. مش لازم الرز بسمتي يا جماعه، من موجود في البيت نمشي الدنيا. ودي صينيه الكيكه اللي هي البسيسه. يا رب تكون تعجبكم حبايب قلبي، ويا رب اكون قدرت اوفي واكفي في الفيديو، ويا رب الفيديوهات بتاعتي تكون سهله. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير كتير، واشوفكم على خير يا احلى متابعين، والسلام عليكم. ما تبخلوش عليا باللايك بالله عليكم. اللايك للفيديوهات، واللي يشوف قناتنا لاول مره ما ينساش يشترك فيها برده وفعل الجرس على الكل، واللي برده الاشعارات ما بتجلوش يلغي الاشتراك ويفعل الاشتراك تاني ويشترك تاني وفعل الجرس عشان يوصلكوا كل الاشعارات بالفيديوهات بتاعتنا. يا رب اكون عند حسن ظنكم واقدر اديكم افكار حلوه، واشوفكم على خير والسلام عليكم.